فاز في 25. الكرخ حقق انتصار ب9 مرات، والتعادل حضر بين الفريقين ل14 مرة. هذه المباراة تقام على أرضية ملعب الكابتن شرار حيدر، والذي يعتبر ملعب الكرخ الكناري. يلعب على أرض ما بين جماهيره، يواجه القيثارة وصيفا حتى الآن بعد القوى الجوية المتصدر. نبدأ بتشكيلة الضيف. الشرطة يدخل بحراسة المرمى حسن أحمد، وفي خط الظهر أمير صباح، عبد المجيد بو بكر، طارق جوان، دومينيك ماندي، وعبد الرزاق قاسم، ريوان أمين، فهد اليوسف، أحمد فرحان، محمود المواس، وحسين علي، بقيادة المدرب أحمد صلاح. هذا هو الشرطة الذي يرتدي اللون الأخضر المعروف، بينما صاحب الأرض والجمهور نادي الكرخ الكناري بالقمصان الصفراء يلعب بحراسة المرمى اليوم جعفر شنيشل. في خط الظهر مصطفى رميض، ياكوبا ديوري، جوزيف بافو، مصطفى صالح، مجتبى واليون فاي، ومحمد خالد كوفي، وحيدر احمد. في المقدمه يلعب صهيب رعد ويونس حمود وحسين زياد بقياده المدرب السوري ايمن الحكيم. الشرطه والكرخ وجها لوجه على ارضيه ملعب الكابتن شرار حيدر. هذه المباراه بقياده حكم هذه المواجهه، طاقم التحكيم مكون من حكم المباراه الدولي يوسف سعيد، ويساعد أمير داود وإسماعيل مطر وعلي أحمد شاكر، بينما في غرفة الفار أحمد محمد وأحمد صباح، ومقيما للحكام طارق عبد الحافظ. هذه تشكيلة الفريقين والطاقم التحكيمي الذي سيقود هذه المواجهة. الشرطة من أجل تضييق الخناق واللحاق بالقوة الجوية وأن يبقى متمسكا بهذا الموسم يريدها خامسة، ولكن الكناري تريد أن تبقى دائما في المناطق الجيدة والمتقدمة، حيث هذا الواضح في الصورة. يوسف سعيد حكم لهذه المواجهة يطلق صافرته، يعلن عن بداية اللقاء. الكناري في كرة أولى طويلة ترسل بهذا الشكل، تذهب إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية. أمير صباح يلعب المباراة اليوم كمدافع أيمن بعد التحاق مصطفى سعدون وأحمد يحيى مع المنتخب الوطني، وأيضا أحمد فاسل في الحراسة الذي التحق مع المنتخب الوطني في المهمة الوطنية هنالك في إسبانيا، المعسكر الذي يسبق كأس العالم وحلم المكسيك. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأسود. بينما يلعب الكناري على أرض ما بين جماهيره، يريد أن يحقق انتصار، ومبارياته التي لعبها 36 مباراة قدم فيها الكثير من العطاء تحت قيادة الواضح في الصورة السوري أيمن الحكيم. 66 سنة. الموسم الماضي مع القاسم أنهى الموسم بالمركز العاشر، وهذا الموسم حتى الآن مع الكناري هو في المركز السابع ب59 نقطة قبل أن تنطلق هذه المباراة. بينما الشرطة بقيادة أحمد صلاح في المركز الثاني برصيد 76 نقطة. تصل من هنالك المحاولة، يأتي بالصافرة والخط حاضر هنالك عند مصطفى رميض. هذا هو أحمد صلاح الذي درب منتخب شباب العراق، درب الطلبة. مباراة الأولى كانت كمدرب للشرطة في هذا الموسم في الجولة 32، فاز على النفط بهدف مقابل لا شيء. وعن هذه المباراة السادسة 4 انتصارات وهزيمة واحدة في الجولة الماضية أمام أربيل، يبحث عن انتصاره الخامس كمدرب للشرطة في هذا الموسم. ترسل إلى هنالك في الجهة المقابلة، يكمل المسير أحمد صلاح بعد أن ودع مؤمن سليمان وذهب باتجاه القرمة. هذه الكرة التي ترسل وسط الملعب، نقلات حاضرة. دومينيك مندي يعود من هنالك، النقلة في وسط الملعب عند عبد المجيد أبو بكر. عبد المجيد مع يوسف، نقلات الحاضرة بين أقدام لاعبي الشرطة في خط الظهر، يبحث عن مساحة، يبحث عن ثغرة. تصل كرة في الوسط عند لاعب الوسط عبد الرزاق قاسم اللي سجل في شباك الغراف وسجل في شباك نفط ميسان. إلى هناك تصل، يبحث من خلالها لاعبي الشرطة. هذا ريوان أمين الذي يوصل كرة لكنها خاطئة، تعود للكناري. النقلة حاضرة في وسط الملعب، يأتي بتغيير اتجاه اللعب باتجاه مجتبى صالح. مجتبى يحمل إشارة القيادة للكناري، يرسل كرة طويلة باحثا من خلالها صهيب رعد، لكنها يأتي التأمين بعد ذلك من ريوان أمين ويترك كرة إلى خارج أرض الملعب. صرخات الحاضرة من السوري أيمن الحكيم، بينما هذا هو هداف الفريق يونس حمود 18 هدف. الماكينة التهديفية يبحث عن هدف رقم 19، يريد زيارة شباك الشرطة، بينما كرة من هنالك لكنها تقطع. يأتي في الوقت المناسب ديوري، أو هذا بالقميص 35 جوزيف بافو. دومينيك، إلى هنالك محمود المواس،
أو هذا يوسف الفهد السوري الآخر. يوسف يبحث عن مساحة لكنها تقطع وتذهب من هنالك إلى رمية جانبية. هذا هو صهيب رعد. 3 أهداف سبق وأن مثل فريق النفط. ترسل كرة خاطئة لكنها تأتي بعد ذلك بأقدام ريوان أمين الذي يوصل كرة إلى عبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق مع دومينيك يوصل كرة مع أمير صباح. نقلت بين أقدام لاعبي الشرطة مع تراجع في هذه اللحظات لكل لاعبي الكناري في مناطقهم. العودة ونقل الكرات من هنالك. الفهد يبحث عن مساندة، يرسل كرته إلى حسين علي الذي يملك المهارة والشطارة. ممكن في واحدة من الكرات نرى باستخدام مهارته، لكن هنالك الكرة التي تأتي بهذا الشكل لكنها تقطع وتعود عند لاعبي الكرخ. خطفها الهداف يونس حمود، يأتي بكرة من هنالك لكنها بعد ذلك تقطع من محمد كوفي يسجل 7 أهداف في هذا الموسم. لعب أيضا لنادي القاسم، وهذا الموسم يقدم موسم كبير حقيقة مع نادي الكرخ. قطعت وصلت إلى عبد المجيد وسط الملعب. أبو بكر أرسل كرة بعد حسين علي ثم وصلت إلى المواس. يبحث السوري، هذه كرة ترسل لكنها تعود إلى حسين زياد بالقميص 77. أرسل كرة بنجاح، يبحث عن حمود، يجد من هنالك صهيب. النقلات الحاضرة أو هذا كوفي غير اتجاه اللعب، طويلة من هنالك على صهيب، مرت بالمباشر إلى حارس المرمى حسن أحمد الذي يحمي عرين القيثارة. عبد المجيد أبو بكر يوصل كرته مع دومينيك مندي يبحث عن أحمد فرحان من هنالك أمام القميص 7 مصطفى رميض. ثم أحمد فرحان دخل من هنالك، يأتي بكرة عرضية لكنها تبعد بعد ذلك إلى خارج أرض الملعب. جوزيف بافو، هذا هو أحمد فرحان اللي في الكرة الماضية مر وتقدم عنده 7 أهداف. أيضا لعب لنفط البصرة، بينما صرخات السوري أيمن الحكيم بدأت تحضر. أيمن يريد تحقيق نتيجة طيبة، يريد الانتصار في مباراة اليوم أمام الوصيف. حتى الآن نادي الشرطة محمود المواس في حديث مع أحمد فرحان، يريد إرسال الكرات العرضية، يبحث عن الخبر السار في الدقائق الأولى. محمود يأتي بكرة عرضية على القائم الثاني. هذه الكرات التي يبحث من خلالها محمود المواس، لكن تأتي بأحضان حارس المرمى جعفر شنيشل الذي كان يقظا في الكرة الماضية. هذه الكرات التي يبحث من خلالها محمود المواس لعبت بهذه الطريقة، ولكن دفاعات الكرخ لم تكون بالمراقبة اللصيقة مع الريون في الكرة الماضية. كادت أن تأتي بأول الأهداف للقيثارة وتعلن عن حالة طرب وفرح في مدرجات الأخضر، لكن جعفر شنيشل يرفض في الاختبار الأول. وسط الملعب عبد المجيد أبو بكر، نقلة مع عبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق يعود عند خط الظهر، النقلة واصلة من هنالك باتجاه طارق إجوان الجزائري. دومينيك تغيير اتجاه اللعب، تصل مع الريوان أو ريوان أمين. أمير صباح، نقلات حاضرة بين أقدام لاعبي الشرطة، يعود مع حسن مع ريوان أمين. ريوان إلى عبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق يبحث عن المساندة، يغير من هنالك في الجهة المقابلة، ثم بعد ذلك الوصول صوب الفهد. يوسف يبحث عن لاعب في وسط الملعب خالي من الرقابة، يجد كل لاعبي في المراقبة اللصيقة من لاعبي الكرخ. يجبر بعد ذلك دومينيك، يأتي بكرة في الجهة القريبة لأمير صباح. أمير يفضل إرسال كرة طويلة الاستفادة من سرعة وانطلاقات المواس، لكن كرة من بوفو أبعدها إلى خارج أرض الملعب. جوزيف أو هذا ياكوبا ديوري من أبعد الكرة الماضية. عبد الرزاق قاسم، القيثارة تريد أن تعزف ألحان المجد، كانت تبحث عن تتويج 5 على التوالي، لكن هذه المرة كان الكلام للجوية، لم تحسم الأمور بعد، وبانتظار ماذا ستسفر هذه الجولة والجولة القادمة، على اعتبار هنالك قرار من لجنة الانضباط سيأتي لتحديد مصير مباراة الشرطة ونفط ميسان. القيثارة يبحث عن انتصار اليوم أمام الفريق الشاب، الفريق الذي يقدم أجمل العطاءات الكروية، نادي الكرخ المركز السابع
كرة وصلت بهذا الشكل عبد المجيد إلى هنالك تقطع للكناري، وصلت بعد ذلك عن طريق حسين أو هذا كوفي، لاعب ساقط على أرض الملعب. حكم مباراة يوقف اللاعب لأن سلامة اللاعب أولا. سلامات لحيدر أحمد، تصادم كان مع حسين علي، سلامات لحسين وسلامات لحيدر، تصادم في وسط الملعب. صافرة كانت حاضرة من يوسف سعيد الدولي الذي يقود هذه المواجهة. هذا هو حسين علي، سجل في شباك ديالا وفي شباك بغداد. سلامات أيضا لحيدر أحمد اللي سجل في شباك الغراف. هذه هي المواجهة رقم 49 في لقاءات الفريقين على مستوى الدوري. 25 انتصار للشرطة، 9 انتصارات للكناري، والتعادل حضر 14 مرة. طبعا أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 90-91 وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. هذا أحمد صلاح يبحث عن انتصار الخامس كمدرب للقيثارة في هذا الموسم. يكمل المهمة بعد مؤمن سليمان. هذه الكرة تصادم اللي كان حاضر من حيدر أحمد وحسين علي. سلامات يسعف داخل أرضية الملعب. حسين علي نجم المنتخبات الوطنية ونجم الزوراء السابق، وهنا السوري أيمن الحكيم الذي يعرف وأيضا يحب التعامل مع الكتيبة الشبابية. نجح في الموسم الماضي مع نادي القاسم وأنهى الدوري بالمركز العاشر، وهذا الموسم حتى الآن مع الكناري في المركز السابع، يبحث عن الانتصار ونقاط الثلاث من أجل مضاعفة رصيده والوصول إلى النقطة 62. هذه جماهير القيثارة، الجماهير الحاضرة، الجماهير الوفية التي تكون حاضرة خلف القيثارة في كل المواعيد. هذا جوزيف بافو المدافع مع نادي الكناري، يلعب مباراة اليوم أساسي. سلامات لحسين علي. مباراة الذهاب انتهت ب3 أهداف مقابل لا شيء لمصلحة الشرطة. سجل ليونيل أتيبا الهاتريك، كانت في ملعب الشعب الدولي، وليونيل أتيبا اليوم على مقاعد الاحتياط بخيارات أحمد صلاح. خطأ ومخالفة. مصطفى رميض يرسل كرة داخل المنطقة الرأسية، قد تكون حاضرة لكن سدد بقدم اليسرى. تسديدة من القائد مجتبى لكنها علت العارضة وذهبت بعيدا إلى خارج أرض الملعب. يندم حظه لضياع مثل هكذا فرصة وسط غفلة من دفاعات القيثارة، ولكن مجتبى لم يستحسن التصرف معها، لم يستغل الفرصة، حتى هو غير راضي على نفسه لإهدار مثل هكذا كرة. وجد نفسه في منطقة الجزاء في وضعية سانحة للتسجيل. عمير يرسل كرة لحسين علي، قطعت وسط الملعب. اليوم فاي نقلات حاضرة. مجتبى يبحث عن حسين زياد. مجتبى تعثر، سرقها القيثارة. حسين علي وسط الملعب يبحث عن عبد المجيد. أبو بكر مر، يملك البنية الجسمانية القوية، يوصل كرة لأمير. أمير صباح مر من الأول لكن تقطع من حسين زياد. صاحب 25 سنة حسين يبحث عن مخالفة تحت الصافرة. خطأ لحسين زياد اللي مر في الكرة الأولى، لكن في الثانية يسقط ويتحصل على خطأ. حسين زياد الذي لعب لأمانة بغداد ولعب للصناعة، 25 سنة، سجل هدفين. هذا حسين زياد، لكن عبد الرزاق قاسم اللي احترض الطريق في الكرة الماضية. عبد الرزاق سجل في شباك الغراف وفي شباك نفط ميسان. سبق وأن مثل الكناري عبد الرزاق قاسم لاعب المنتخبات الوطنية. هذه كرة ترسل وسط الملعب، لا زال الصراع حاضر والضغط على حامل الكرة من أجل الانفكاك. حسين علي في وسط الملعب. القيثارة يعود للوراء، مجبر بالعودة. ضغط على حامل الكرة، لم يجد المساحة الكافية حتى يصل إلى مرمى الحارس جعفر شنيشل. من هناك تصل طارق إجوان. كرة وسط الملعب. دومينيك مندي يعود إلى طارق، أرسل كرة من هنالك. يوسف يبحث عن المساعدة، يبحث عن المواس مواطنة لكنها تقطع. تعود مرة ثانية طارق إجوان. نقلات حاضرة بين طارق الذي يعود مع ريوان أمين.
يوصل بالكرة إلى حسين علي. حسين علي يفضل إرسال الكرة طويلة وتغيير اتجاه اللاعب أحمد فرحان، لكنها تقطع من دفاعات الكارخ. وصلت للسوري محمود مع مواطنة يوسف الفهد، وصل كرته فهد اليوسف إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق إلى أمير. نقلات حاضرة، هذه كرة عرضية داخل المنطقة لكنها تبعد أو بالمباشر من محمود المواس إلى خارج أرض الملعب. السوري محمود المواس المتألق معشوق القيثارة وجماهير القيثارة، 10 أهداف في هذا الموسم. هذا هو جعفر شنيشل، وهذا جوزيف بافو قلب الدفاع للكناري. جعفر شنيشل حراسة المرمى، يجلس على مقاعد الاحتياط في مباراة اليوم محمد شاكر الحارس الأساسي للكناري. ترسل كرة طويلة بهذا الشكل، الراسية حاضر من عبد المجيد. حسين زياد يحاول اختراق دفاعات القيثارة وإيجاد المساحة والحلول، لكن بعد ذلك تقطع. تعود مرة ثانية من مجتبى وسط الملعب، النقلة حاضرة متواجدة عند خطوط المقدمة. كوفي يبحث عن مساحة، يغير اتجاه اللعب إلى مصطفى رميض. هل تأتي كرة عرضية؟ البحث عن يونس حمود، ولكن تبعد من ريوان أمين إلى دومينيك مندي. نقلات حاضرة في هذه اللحظات عند حيدر أحمد الذي يبحث عن خطأ ويتحصل على ما كان يريد. خطأ لحيدر أحمد، لعب خط الوسط. الكرة الماضية البحث عن يونس حمود هداف الفريق ب 18 هدف، سبق وأن مثل النجف، يبحث عن هدف رقم 19. هذه الكرة اللي تحصل من خلالها حيدر أحمد على خطأ. توجيهات أحمد صلاح حاضرة، المهاجم الهداف السابق. هذه كرة مصطفى رميض الكناري والبحث عن أول أهداف راسية قد تحضر، ولكنها تذهب بالمباشر إلى خارج أرض الملعب. لم تستغل الكرات الثابتة من الفريقين حتى الآن. هذا كوفي اللي عنده 7 أهداف، بينما الهداف يونس حمود اللي واضح بالصورة يسبب الإزعاج لدفاعات القيثارة. من هناك تصل عند طارق جوان، يعود لحسن أحمد، حسن مع أمير، أو هذا ريوان أمين يتقدم بكرته، لف ودار بعد ذلك خير الاتجاه إلى هنالك عند طارق جوان. يقترب العمود الفقري للقيثارة والرابط الحقيقي بين الدفاع والهجوم عبد الرزاق قاسم. وصلت مع ريوان إلى أمير، نقلات بين أقدام لاعبي القيثارة في خط الظهر، لم يجد الحل في خط المقدمة. يبحث عن ثغرة في دفاعات الكناري، تمريرة خاطئة قطعت من كوفي. الانطلاق والكناري هل يفعلها في الدقيقة 16؟ تجاوزنا الربع ساعة الأولى، يبحث من خلالها كوفي، لكن شوف تراجع لاعبي الشرطة في هذه اللحظات. وهذه كرة حسين زياد، حسين زياد في أول ظهور حقيقي في خط المقدمة، لكن حارس المرمى حسن أحمد يرفض. بعد ذلك تأتي الصافرة والخطأ، وهنا أيمن الحكيم الحديث وعدم الرضا على المخالفة في اللقطة الماضية، لكن هذا حارس المرمى حسن أحمد يظهر. شوف على التمريرة الذكية، وبعد ذلك بالقدم اليسرى حسين زياد، لكن يتصدى حارس المرمى حسن أحمد. خطأ في الكرة الماضية لدفاعات القيثارة. الكناري كانوا قريبين من تسجيل أول الأهداف بأقدام حسين زياد، لكن حسن أحمد يرفض التهديد الحقيقي الأول على مرمى القيثارة. ينجح في الاختبار الأول حسن أحمد، لكن تمريرها كانت ولا أروع، اللي وجد نفسه حسين زياد وجها لوجه أمام حسن أحمد، لكن ضاعت أخطر فرصة في شوط المباراة الأول. تجاوزنا الربع ساعة حتى الآن. يبحث دومينيك مندي عن مساحة، يغير من هنالك صوب طارق إجوان. طارق مع عبد الرزاق، العودة إلى فهد اليوسف، وصلت إلى دومينيك مندي، يغير اتجاه اللعب في الجهة القريبة، يبحث عن أمير المتقدم، لكن حسين يؤمن الموقف بسلام، يوصل كرته إلى حارس المرمى جعفر شنيش. حسين زياد تجده في وسط الملعب، في المقدمة، في الدفاع، يقدم مجهود عالي في مباراة اليوم. كوفي كرة لم تأتي كما كان يريد إيصالها إلى مجتبى القائد المتقدم، دائما مجتبى صالح يأتي بالربط الهجومي. دومينيك لأحمد فرحان،
أحمد فرحان عنده أكثر من حل، إمكانية المرور لكنها تقطع من دفاعات الكناري. عادت إلى عبد المجيد أبو بكر مع حسين علي. حسين علي كلما كانت الكرة بأقدامه كلما تحذر الخطورة. أمير صباح يوصل الكرة بنجاح لعبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق تأتي كرة عرضية من هنالك على القائم الثاني لكنها وصلت إلى فهد اليوسف السوري. هل يفعلها؟ يأتي بالتسديد ولكن بعد ذلك اصطدت بالمدافع وذهبت إلى خارج أرض الملعب. لم يتأخر كثيرا رد الشرطة على فرصة حسين زياد قبل قليل. فهد اليوسف يأتي بكرة لكنها تصطد بالمدافع وتتحول إلى ضربة ركنية. لاحظ سلسلة من النقلات وصلت بنجاح داخل المنطقة، لكن في الأخير يأتي المدافع لينقذ الموقف. مصطفى رميض اصطدت به الكرة، أو لا ليس مصطفى رميض بل حيدر أحمد في الكرة الماضية وذهبت إلى خارج أرض الملعب. سقط صهيب رعد لكن الكرخ لا يسقط بل ذهبت الكرة إلى خارج أرض الملعب. ركنية. فهد اليوسف. أمير صباح يأتي بكرة عرضية على القائم الأول، رأسية حاضرة لكنها ذهبت من عبد المجيد أبو بكر. ظهرت خطورة الشرطة في هذه اللحظات. بدأ يحاول واحدة بعد الأخرى لكن لم تأتي بنجاح حتى الآن. لا زالت النتيجة سلبية دون أهداف حتى الدقيقة 20 من شوط المباراة الأول. صهيب رعد 3 أهداف سبق أن مثل النفط. ضربة مرمى عند جعفر شنيشل حارس مرمى الكناري. لم يأتي الاختبار الحقيقي لجعفر حتى الآن. ترسل بهذا الشكل، رأسية تقطع. دومينيك يعيد بكرة مع جوزيف بافو. عبد الرزاق إلى حسين علي، من حسين علي تعود مع ديوري إلى هنالك جوزيف بافو يفضل إرسال كرات طويلة من بافو إلى يونس حمود. يونس بالرأس حضر كرته لكن لم تصل بنجاح إلى كوفي. الحديث من يونس مع كوفي في اللقطة الماضية. لم يقرأ الموقف جيدا محمد خالد بل كان تركيز عالي من حسن أحمد وإنقاذ الموقف. ريوان أمين سبق واللعب لنادي توك. ريوان يرسل كرة من هناك باتجاه أحمد فرحان لكنها التمريرة كانت خاطئة، ذهبت إلى خارج أرض الملعب. أحمد فرحان سبق والمثل نفط البصرة، أيضا مثل المنتخبات الوطنية، عنده 7 أهداف، يبحث عن الأهداف دائما، لا يرتوي عطشه التهديفي. تعود بهذا الشكل أو بهذا الشكل لكنها تصطد من هناك سلامات ليونس حمود. سلامات ليونس يسقط على أرض الملعب. كرة كانت قوية أبعدت من المدافع طارق جوان بالمباشر بالوجه. سلامات للماكينة التهديفية يونس حمود. وهنا الحديث المستمر من أحمد صلاح للبحث عن حل لإيجاد ثغرة في دفاعات الكناري المتماسكة في مباراة اليوم. سلامات ليونس ينهض من أجل إكمال شوط المباراة الأول. سلامات ليونس الكرخ أنهى الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 46 نقطة، بينما هذا الموسم بالشكل المختلف غير من وضع الفريق أيمن الحكيم بالتحديد في هذا الموسم. ترسل كرة بهذا الشكل، مجتبى كرة مع أليون فاي، يرسل كرة بهذا الشكل إلى هنالك، وصلت مع طارق الذي يؤمن الموقف مع فهد اليوسف عند حارس المرمى حسن أحمد. عبد المجيد أبو بكر سبق واللعب لنادي الميناء، عند هدف في شباك الجوية. تصل ريوان أمين، دومينيك مندي إلى أمير صباح يبحث عن حسين علي، تمريرة خاطئة ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذا هو أمير صباح سبق وأن لعب للطلاب، بينما مجتبى يسجل هدف في شباك أمانة بغداد. وهنا السوري أيمن الحكيم الذي أيضا
يريد تحقيق الانتصار والرد على مباراة الذهاب. هذه كرة ترسل لحسين زياد في الجهة القريبة. حسين زياد 1 على 1، هل سيمر حسين زياد بالقدم اليسرى؟ يحاول، ولكن بعد ذلك طالت وذهبت إلى خارج أرض الملعب عند حارس المرمى حسن أحمد. حسين زياد صاحب 25 سنة، اللاعب الشاب اللي يقدم موسم مميز مع الكناري. حسن أحمد سبق أن مثل الطلاب، يحمي عرين القيثارة في هذه المباراة. تصل مع ريوان أمين، ريوان إلى هنالك باتجاه طارق جوان. طارق جوان يتقدم بكرته، يبحث عن لاعبي خط الوسط. أحمد فرحان يأتي من أجل استقبال الكرات. عبد الرزاق قاسم أرسل كرة طويلة باتجاه أمير المتقدم، لكنها بالمباشر إلى خارج أرض الملعب. الشرطة الموسم الماضي بطلا ب87 نقطة، 4 مرات على التوالي نادي الشرطة، وكان يبحث بكامل جهوده عن الخامسة تواليا في هذا الموسم، لكن القوة الجوية حتى الآن متصدر. هذه كرة من جعفر شنيشل. يونس حمود لم تصل له الامدادات حتى الآن، لم تصل له الكرات التي يعشقها داخل البوكس. مراقبة واضحة من دفاعات الشرطة. ريوان أمين مع طارق جوان، قلبي الدفاع للأخضر يعرفون تماما خطورة يونس، بينما أحمد فرحان من هناك يسبب الإزعاج لمصطفى رميض في الكثير من الكرات. تعود هذه المواس. عبد المجيد أرسل كرته، المواس مرة ثانية، نقلات حاضرة في وسط الملعب، يبحث من خلالها القيثارة عن حل، عن فرصة يصلون من خلالها إلى شباك جعفر، لكنها تقطع عند الكناري. صهيب أرسل كرة مع يونس، لا يمر يونس بسهولة، لا يترك يونس، بالتالي خطأ للكناري في وسط الملعب على طارق جوان. يونس حمود أراد الهروب في الكرة الماضية، لكن جاء الإيقاف من طارق بخطأ تكتيكي سمح بعودة لاعبي وتمركزهم. يعرف تماما خطورة يونس عندما يصل في خط المقدمة. خطأ للكناري. حيدر أحمد، وهذا كوفي يرسل كرة، أو عفوا نعم حيدر أحمد. إلى هنالك مصطفى رميض يأتي بكرة عرضية على القائم الثاني كوفي، ولكن عبد الرزاق قاسم يبعد كرته، وصلت في وسط الملعب. اليوم فاي مع جوزيف ديوري في الجهة القريبة، كرة بعيدة على حسين زياد، تذهب المباشر إلى خارج أرض الملعب. يحتذر لحسين زياد على الكرة الطويلة، لن يهدأ أيمن الحكيم صاحب 66 سنة. الانتصارات التي حققها مع الكرخ، 12 مباراة حقق فيها الفوز والتعادل ب10. هذا عفوا أتحدث عن الموسم الماضي، هذا الموسم هذا مع الكناري فاز ب16 مباراة أيمن الحكيم، وتعادل ب11 وخسر ب9 مواجهات فقط، بينما الكناري في الموسم الماضي فاز ب12 مباراة فقط وتعادل ب10 وخسر ب16. غير من شكل الفريق على الكناري، بينما هنالك أحمد فرحان. أحمد انطلاق وتقدم من فهد اليوسف، فهد يحضر كرة مع دومينيك. أحمد فرحان، فهد اليوسف، البحث عن الكرات العرضية والبحث عن محمود المواس في منطقة الجزاء، لكن فهد يجبر بالعودة. بعد ذلك تمريرة رائعة وصلت لعبد الرزاق، ولكن وين يا عبد الرزاق؟ أرسلها بعيدة إلى خارج أرض الملعب. أحمد صلاح خير راضي على إهدار مثل هكذا فرص، وهذا جوزيف بافو. سرقت دفاعات الكناري، لكن عبد الرزاق قاسم لعبها قوية بعيدة إلى خارج أرض الملعب. لاحظ ذهبت بعيدة، لن تشكل الخطورة الحقيقية على شباك جعفر شنيشل. هذا هو عبد الرزاق قاسم. جعفر شنيشل بكرة أمامية ترسل بهذا الشكل في وسط الملعب، خطفت من لاعبي الكناري، يبحث من خلالها كوفي لكنها لم تذهب معه.
عادت من دفاعات الشرطة. دومينيك مندي لأحمد فرحان. أحمد فرحان يبحث عن المواس، نقلة حاضرة. عبد المجيد أبو بكر يوصل كرته، نقلة متواصلة أو نقلات متواصلة من أجل إيجاد ثغرة في دفاعات الكناري. سين علي أمام القائد مجتبى. سين علي مر من هنالك وحضر كرته ليوصلها إلى طارق جوان. طارق إلى أحمد فرحان. أحمد فرحان تدوير اللعب، تغيير اتجاه، التحرك من دون كرة من أجل إيجاد ثغرة والوصول لشباك جعفر. سين علي يأتي بكرة عرضية على القائم الثاني، لكن مجتبى يؤمن الموقف ويبعد كرته إلى ضربة ركنية. هذا هو مجتبى صالح قائد الكناري الذي أنقذ الموقف من أمام عبد المجيد أبو بكر. ضربة ركنية حاضرة، لن تستغل الكرات الثابتة حتى الآن، كلها ذهبت هباء منثورا. هل يأتي خير الاستغلال في هذه اللحظات؟ أمير صباح القيثارة في الكرات العرضية ترسم من هنالك لكنها تبعد. حسين زياد مرة ثانية. دومينيك نقلات حاضرة. المواس هل يفعلها؟ ولكن خروج. في المرة الأولى لن ينجح جعفر، لكن في المرة الثانية ينقذ الكناري. كاد أن يقع في خطأ قاتل، لكن بعد ذلك المواس يخطئ وتأتي بأحضان جعفر شنيشل. هذه الكرة الأولى خروج لن يكون موفق حقيقة من جعفر شنيشل في اللقطة الأولى. لاحظ هذه اللقطة اللي خرج فيها، لكن تصادم كان مع محمود المواس وتحصل على خطأ جعفر شنيشل. خطأ يحتسب لدفاعات الكناري وللحارس جعفر شنيشل في الكرة الأولى، لن يأتي المسك المحكم في الثانية. أمن الموقف، لكن قبل ذلك حضرت الصافرة لتعلن عن خطأ إلى جعفر شنيشل. الشرطة يحاول يكثف محاولاته. سين علي أكثر اللاعبين تحركا في مباراة اليوم من خلال لاعبي الشرطة، يريد أن يأتي بأول الأهداف، لا يريد الوصول إلى غرفة تبديل ملابس بهذه النتيجة. والكارخ ما زال يغلق كل المناطق الدفاعية التي تؤدي إلى شباك جعفر، والاعتماد على انطلاقات صهيب وحسين زياد مع رأس الحربة يونس حمود. تعادل السلبي حاضر حتى النصف ساعة الأول، ربع ساعة أخير يفصلنا عن نهاية الشوط المباراة الأول بوقته الأصلي. جماهير الشرطة الحاضرة التي تنتظر العيدية من لاعبي الشرطة في مباراة اليوم وهو الانتصار. أيمن الحكيم مباراة رقم 37 في الدوري مع الكرخ هذا الموسم. أحمد صلاح مباراة السادسة، 4 انتصارات وهزيمة واحدة. المباراة الأولى كانت له أمام فريق النفط وحقق الانتصار. سلامات لجعفر ينهض من أجل إكمال شوط المباراة الأول، ويبقى حامي عرين الكناري. وسط الملعب حسين زياد للكناري يبحث عن المتقدم، يأتي مجتبى بكرة تصطدم حسين علي تذهب وتتحول إلى رمية جانبية. حسين علي يقدم لحد الآن مستوى مميز حقيقة. محمد خالد كوفي يأتي بكرة من هنالك خلف المدافعين، هل يلحق بها صهيب؟ لكنها هالت. بعد ذلك تأتي الراية وتأتي الصافرة، وصهيب رعد بذل فيها كل ما يملك، لكنها كانت أسرع منها. هذا مصطفى رميض مدافع الأيمن، وهذا جوزيف وسط الملعب مع دومينيك مندي يطلب من لاعبيه التقدم لخط المقدمة. سين علي يعود للوراء، يجبر بالعودة، كل المناطق مغلقة بالنسبة للاعبي الكناري. تمركز جيد في وسط الملعب والدفاع، ترسل بهذا الشكل طويلة. أحمد فرحان يحضر كرة مع محمود المواس، هل يفعلها السوري؟ من هنالك يعود إلى أحمد فرحان، تحضير يأتي لدومونيك، هدف أول قادم، ولكن شنيشل حاضر. جعفر شنيشل يحضر ويؤمن الموقف لجماهير الكناري. هذه الكرة، النقلات الحاضرة
تحرك من دون كرة جيد من دومينيك، والعرضية بعد ذلك تصدي في الكرة الأولى وفي الثانية مسك محكم يأتي من جعفر. لتبقى الأمور كما هي بالتعادل السلبي، لا صوت يعلو فوق صوت الآخر، لا القيثارة ولا الكناري في شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. هذا هو محمود المواس قائد القيثارة. يوسف سعيد يشير باللعب بالراس من يونس، سير مع دومينيك، خطأ للكناري عند حسين زياد بالقميص 77 يتحصل على خطأ. الكناري هل يفعلها من الكرات الثابتة؟ هل يباغت القيثارة ويأتي بأول أهداف؟ الكناري كرخ يلعب متسلح بعاملي الأرض والجمهور، وهذا عبد المجيد أبو بكر. سين علي في حديث مع من؟ كرة ثابتة، مصطفى رميض للكناري ترسل بهذا الشكل، من هنالك على القائمة الثانية التحضير، وهذه الكرات التي يبحث من خلالها صهيب هناك في الجهة اليمنى، لكن كراته وصلت سهلة بأحضان حسن أحمد. أمير صباح، الشرطة يحاول عودة كل لاعبي القيثارة وتمركزهم. دومينيك مندي من هنالك إلى أحمد فرحان. أحمد فرحان يبحث عن فهد اليوسف، يأتي بكرة لعبد الرزاق قاسم الذي يعود بعد ذلك إلى أحمد فرحان، يأتي بكرة سريعة هذه بالراس تلعب لحسين علي. حسين علي أمام حسين زياد، يعود لأمير صباح. هل تأتي العرضية؟ مرة تقدم في الكرة الأولى ثم تأتي العرضية، هذه جول. فعلها القيثارة وسجل، فعلها عبد المجيد أبو بكر وحرك مدرجات القيثارة ليأتي بأول العيديات، بأول التهاني، بأول الأهداف. يوه على كرة، يا على عرضية أرسلها بهذه الطريقة أمير ووصلت إلى الواضح بالصورة عبد المجيد أبو بكر ليوقع على ثاني أهدافه. كرة سكنت شباك الحارس جعفر شنيشل، هذه المرة لن ينجح بالتصدي والإيقاف. شوف الإعادة، شوف وجد نفسه في منطقة الجزاء، لكن شوف العمل يأتي من أمير صباح، استقبل كرة مر من حسين زياد، أتى بكرة عرضية مميزة أخفق فيها دفاع الكناري في التغطية. عبد المجيد يا عيني لا يهدر مثل هكذا كرات، يضع هدف الأسبقية للقيثارة ويأتي بكرة على يمين جعفر شنيشل، هدف أول في المباراة، هدف يأتي بأقدام عبد المجيد أبو بكر. 1 الشرطة لا شيء الكناري في الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول. يأتي عبد المجيد أبو بكر بأول أهداف المباراة. ننتظر ردة فعل، هل تكون سريعة؟ هل تكون حاضرة من الكناري من أجل الرد والعودة؟ لكن هنالك مجتبى أو هذا صهيب رعد يطالب بخطأ، يطالب بالخطأ، وهذا فهد اليوسف. تحركت المياه الراكدة، عبد المجيد أبو بكر يعطي أجمل عيدية لجماهير القيثارة وهو الهدف، هدف أول أتى وهذا الرد، لكن كرة ذهبت إلى خارج أرض الملعب. يونس حمود يريد أن يأتي ردا سريعا، لكن الكرة كانت سهلة وذهبت إلى خارج أرض الملعب. ريوان أمين أخيرا نجح الشرطة بالتسجيل. هل هناك ردة فعل سريعة من الكناري؟ ريوان، دومينيك، مندي إلى طارق إلى عبد الرزاق، دقة طبول جماهير القيثارة في هذه اللحظات. الابتسامة حضرت ويأتي الدعم والإسناد من المدرج على الأخضر من أجل إتمام هذه المهمة أمام الكناري اللي كان قريب حسين زياد من التسجيل لكنها ضاعت. لم تكن هناك ردة فعل قوية، بل كانت محاولة بسيطة من يونس. هذه الكرة تصل عند يونس وسط الملعب إلى كوفي، لم تعبر كرته من أمام
لاعبي الشرطة في وسط الملعب. دومينيك مع عبد الرزاق، مر بنجاح، هذه كرة ترسل. حسين زياد قد يأتي التعادل ولكن يأتي الإنقاذ من أمير صباح في الوقت المناسب. حسين زياد الذي أراد أن يسرق الدفاعات الشرطاوية، لكن يأتي الإنقاذ من أمير صباح ويتحصل الكناري على ضربة ركنية. هذه كرة ذكية من كوفي خلف المدافع. حسين زياد وصل متأخر، أمير صباح هو الأقرب وأبعد كرته إلى خارج أرض الملعب. لعبت بهذه الصورة، هل كانت ركلة مرمى لتعود مع ريوان أمين؟ ريوان أرسل كرة أمامية طويلة، يبحث عن المواس، لن يظهر بشكل كثير في مباراة اليوم. هذا هو ديوري بالمراقبة اللصيقة مع محمود المواس. حسين علي ينتظر أمير صباح. أمير صاحب الكرة العرضية المثالية في لقطة الهدف، وهذا هو جوزيف بافو. أمير يأتي عبد الرزاق قاسم في عملية التحضير مع أمير صباح بعيد لحسين علي. يأتي عبد المجيد، أبو بكر يحاول أن يتحصل على خطأ لكنها تقطع. مشتبه في وسط الملعب، صهيب رعد، لكن يعود عبد المجيد. أبو بكر تمتع بالقوة الجسمانية والصلابة، قطع كرته واستعادها سريعا. دومينيك ماندي بظهر المدافعين، محمود المواس، ولكن حارس المرمى جعفر شنيش. مثل هكذا كرات بدأت تخترق دفاعات الكناري. في لقطة الهدف أيضا كرة عرضية، وهذه المرة كرة طولية، لكن جعفر شنيشل تعود مع حسين زياد. استقبال في الجهات القريبة، حسين زياد أمام أمير، مروة تقدم، هذه كرة التعادل ربما تحضر للكناري، لكن شوف غابت الحلول. عاد بعد ذلك مع كوفي، يصل بها، يا سلام على المراوغة، ولكن تأخر في التسديد، تأخر يونس حمود، لكن أتت المراقبة والإنقاذ من دفاعات الشرطة. أمير صباح مع ريوان أمين في الكرة الماضية. الأولى كانت مع كوفي وحسين زياد، لكن تأخر في التسديد يونس حمود، وبالتالي عادت للشرطة. تستقطع وتعود في وسط الملعب. حيدر أحمد وصل كرته إلى هنالك، هذه تمريرة لكنها تصل سهلة عند حسن أحمد. هذا محمد خالد كوفي يأتي بالكرات الجميلة في وسط الملعب، حقيقة عنده رؤية واضحة وتركيز عالي، دائما ما يأتي بإرسال كرات لخط المقدمة بظهر المدافعين. لكن يونس حمود يجد نفسه مراقب من قلبي الدفاع. طارق وريوان أمين، طارق إجوان. جماهير القيثارة عزالت تساند الأخضر من أجل تحقيق النقاط الثلاث. ريوان أمين مع عبد المجيد، نقلات حاضرة إلى هناك في الجهة المقابلة. طارق إجوان، طارق يتقدم بكرته، كذلك العودة والنقل. عبد الرزاق قاسم، عبد الرزاق لطارق عند قلب دفاعات القيثارة. طارق يرسل كرة لكنها لم تصل إلى فهد اليوسف، ذهبت إلى خارج أرض الملعب. الجولة الماضية نادي الكرخ حقق انتصار كبير ب5 أهداف مقابل هدفين على النجف. المباراة القادمة في الجولة الأخيرة من دورنا سيواجه الطلبة، بينما الشرطة الجولة الماضية والخسارة من أربيل بهدفين مقابل لا شيء. الجولة القادمة سيواجه الميناء في ملعب الشرطة. فهد اليوسف يعود في كرته، ريوان أمين، عبد المجيد، القيثارة في وسط الملعب، نقلات بين أقدام لاعبي الشرطة. أمير صباح غير اتجاه اللعب من هنالك باتجاه طارق إجوان. طارق، عبد الرزاق، عبد الرزاق مع عبد المجيد، حسين علي، تحضير هذه الكرات، وصول بتناقل الكرات بالشكل الصحيح بين لاعبي الشرطة. حسين علي يأتي بكرة عرضية لكنها لم تصل إلى محمود المواس، وصلت إلى حسين زياد. العائد في هذه الكرة من أجل الإسناد الدفاعي، يرسل كرة طويلة ليونس محمود أو يونس حمود.
يونس مع عبد المجيد، فهد اليوسف، حسين علي، عبد المجيد صاحب الهدف الوحيد في شوط المباراة الأول حتى الآن، سجل في الدقيقة 37 بعرضية مميزة كانت من أمير صباح. هذا هو الدولي يوسف سعيد خريج كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة لجامعة كركوك. مصطفى رميض الكناري من أجل العودة قبل أن ينتهي الشوط الأول في الدقائق الأخيرة. هل يفعلها الكناري أبناء السوري أيمن الحكيم من أجل العودة إلى نقطة البداية، لكن بالتعادل الإيجابي؟ حسين زياد حضر كرة طويلة وصعبة على مجتبى. حسين زياد كان بإمكانه يأتي بكرة عرضية داخل المنطقة ليونس، لكن كرته كانت طويلة. غير راضي أيمن الحكيم. بقوان دربت هوك والقاسم والفيصلي والوحدة، أيضا درب الأولمبي السوري ودرب المنتخب السوري الأول في عام 2016. عبد المجيد أبو بكر، وحدة من عرف طريق الشباك وسرق مفتاح جعفر شنيشل ووصل بنجاح ليأتي بالأفضلية للشرطة حتى الآن. كوفي محمد خالد يرسل كرة قصيرة قطعت، وصلت لدومينيك مندي. الكرات العكسية، لاعبي الشرطة يريدون استغلال تقدم لاعبي الكرخ في هذه اللحظات. أحمد فرحان يجري بكرته بكل هدوء مع حسين علي. حسين علي لتجده في كل مكان في الملعب، في خط الوسط، في خط الظهر، في خط المقدمة، على اليمين، على اليسار، تحرك من دون كرة. هذه كرة ترسل لمحمود المواس، وصلت من فهد إلى دومينيك مندي. مندي تغيير اتجاه اللعب، لم تصل إلى أمير بل أقرب كان مجتبى. عبد الرزاق قاسم بعد كرتين إلى رمية جانبية. هذا هو عبد المجيد أبو بكر، وهذه لقطة الهدف اللي ذكرنا بها مخرج المباراة. استقبل بكل هدوء يا لبرودة أعصابك في منطقة الجزاء أمام دفاعات الكناري. استقبل باليسار، حطها باليمنى بكل هدوء ونجاح، يأتي بالأسبقية للشرطة. عبد المجيد عود مع فهد اليوسف. عبد المجيد دقيقتين كوقت مضاف بدل من ضاع، أشار بهما يوسف سعيد. خلنا في الدقيقة الأولى شوط المباراة الأول. هل ينتهي بهذه الصورة أم هناك رد للكناري أم سيأتي الثاني للقيثارة؟ ما الذي سيفعله سيد أيمن الحكيم في غرفة تبديل ملابس؟ هل يجري تغييرات تثمر وتأتي بنجاح؟ هذه كرة لعبد الرزاق قاسم، القيثارة من أجل الثاني عبد الرزاق، ولكنها بعيدة على محمود وعلى حسين علي، لكنها أقرب إلى مصطفى رميض وحارس المرمى جعفر شنيشل. مصطفى رميض مر بنجاح من أمام أحمد فرحان، وخرج بكرة لصايب ترسل للأمام. يونس طالت على يونس، عادت مع حارس المرمى حسن أحمد. كرة كانت صعبة على طارق، وبالتالي رمية جانبية للكناري. تلعب بسرعة من أجل استغلال قبل أن يعود ويتمركز طارق. يقاتل على كرة يونس، جاء بكرة يونس حمود، حضر بهذا الشكل مع صهيب. هل يأتي التعادل؟ كوفي ربما يأتي التعادل، لكن كرة طالت وعادت مع حسين زياد. لن يكون هناك انسجام في الكرة الماضية، وبطاقة صفراء على حسين زياد. بطاقة صفراء يتلقاها في الدقيقة 47، الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب. هذه الكرة كان ينوي التحضير كوفي، ولكن كوفي أراد الانطلاق والدخول في المنطقة. هكذا مشاهدينا متابعي شبكة قنوات الإعلام العراقي، أتت صافرة الدولي يوسف سعيد لتعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل، أو عفوا بتقدم الشرطة بهدف مقابل لا شيء للكناري. لا تذهبوا بعيدا، بعد فترة ما بين الشوطين سنعود إليكم مجددا.
لاعب القوى الجوية السابق منتظر يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، أول هدف أول للأمانة عن طريق ميلاد فلاح. ميلاد يأتي بالأفراح. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح. اللاعب يعني الأقدم بالفريق أكثر من 12 موسم مع الأمانة يسجل هدف أول. أمانة بغداد على الميعاد. ميلاد فلاح يأتي بالأفراح جاية من خصم، وبالتالي هدف أول للأمانة، هدف أول لأمانة بغداد بمرمى ديالى. لاعب موسيس بيدرو الانجول الاخر عاليه قريبه داخل منطقه الجزاء. ثاني للامانه عن طريق جبار كريم. ثاني الاهداف في المكان السليم. ثاني لأمانة بغداد. يا جبار كريم 7 أهداف بدورنا. جبار كريم لاحظ التمريرة الرائعة، وجبار ما يكذب خبر بهدف ثاني لأمانة بغداد. حلوة المباراة، رائعة الكرة، جبار يستثمر هذه الكرة، وبالتالي أمانة بغداد منتجين، والإنتاج اللي يتكلم عنه الأهداف بين الساقين لعلي فيصل، وبالتالي 50-50 يتحمل المنتظر ويتحمل حارس المرمى علي فيصل. ثاني الأهداف لأسود العاصمة. أمامية الكرة، الانطلاق الآن من جبار. خطيرة الله ثالث للأمانة، ثالث لأسود العاصمة. منتظر عبد الأمير بهدف جميل، ثالث لأسود العاصمة. والأمانة عالي بالسماء. ثالث لمنتظر عبد الأمير يسجل طبعا الهدف الثالث للأمانة. لكن شوف العمل، الله يا جبار بتمريره. لكن شوف منتظر ثالث الأهداف للأمانة، 3-0 للأمانة. هذا جبار سجل هدف، صنع هدف، ومنتظر الله بيبي على يمين طبعا علي فيصل، صعبة على حارس ديالى، مر بشكل جميل، أرضية زاحفة للأمانة بمرمى ديالى. 3-0. شوف منتظر طبعا عبد الأمير وصل إلى هدف السادس بدورنا، وسجل على القاسم. التماس الآن، كرة اللعب ديالى لعلي صادق مع اياد عبد فرحان. خطيرة، محاولة مهاوي. النيران الصديقة. وهدف أول لإديالة، أعتقد عباس ياسين. النيران الصديقة، لاحظ بالنيران الصديقة. حلوة من هاوي لعب الكرة
بشكل رائع وبالنيران الصديقة عباس ياسين بمرمى فريقه. محاولة الآن هجوم المرتد والانطلاقة. جبار خطيرة 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 خطيرة. رابع لأمانة بغداد. هذه المرة الأوزبكي يسجل، طبعا مراد بك يسجل طبعا لنادي أمانة بغداد. الأوزبكي مراد بك بوبوجنوف لأمانة بغداد رابع الأهداف. لكن شوف جبار الله، بدأت بمراد بك أوزبكي لعراقي لجبار لأوزبكي للأمانة. شوف المرور من الأوزبكي. مراد بك يسجل رابع الأهداف لأسود العاصمة لأمانة بغداد على حساب نادي ديالا. 4-1. حولت من هناك عن طريق العرضية موجودة، متابعة فيها محاولة. هذا جول. الله البداية الأولى بكرة عرضية وصلت عن طريق أحمد ناظم. الهفوة الدفاعية والخطأ الكبير في الدقيقة الثانية. الغراف يسجل أول الأهداف. أحمد ناظم المتألق في الجولة السابقة، صاحب أحد الأهداف التي سجلت في المباراة السابقة. هنا العرضية، هنا الهفوة، هنا الخطأ، هنا الكرة اصطدمت بالمدافع، غيرت الاتجاه، وصلت ووضعت في المرمى. أول الأهداف عن طريق المدافع أوتارا في اللقطة الماضية. ركلة جزائية في هذه اللحظات. زاكري يتقدم، يسجل، نعم يسجل وينجح. الله هدف التعادل يأتي عن طريق يانيك زاكري. وضع الكرة في الشباك وأعاد الكهرباء مرة أخرى للتوهج من علامة الركلة الجزائية. وضعها على يمين حارس المرمى، بينما ذهب إبراهيم عالمة على اليسار معلنا عن هدف التعديل، وليستعيد فريق الكهرباء زمام المبادرة مرة أخرى. 1-1، هدف لهدف، ضربة لضربة، وسط فرحة كبيرة للمدرب. سجاد خليل في الوسط، لدينا روبن آكوا ومصطفى صلاح، علي مهدي، وثلاثي المقدمة. لدينا كرة عرضية متابعة. هذا جول. هدف ثاني الضربات وثاني الكرات المسجلة. هدف يسجل للاعبي فريق الغراف بكرة وصلت وبعد ذلك نقلت داخل منطقة الجزاء وسط أفراح كبيرة من على المدرجات. الغراف السومري يسجل ثاني الأهداف بكرة وصلت، وعباس فوزي في المتابعة الهجومية. ثاني الضربات وثاني الكرات بدأها حسن داخل، وبعد ذلك متابعة هجومية. عباس فوزي وضع الكرة في الشباك، أعلن عن ثاني الضربات. انظر للكرة العرضية، وصلت بمتابعة، وبعد ذلك حسن في المرة الأولى. حارس المرمى أبعد الكرة علي خالد، ولكن شباكة تلقت هدف ثاني. متابعة هجومية، لم يكن مراقب القائد والكابتن حسن داخل، وبعد ذلك عباس وضعها في سقف المرمى. أعلن عن ثاني الضربات وعن ثاني الأهداف، والغراف يتقدم للمرة الثانية. محاولة حاضرة لا زالت موجودة بأقدام لاعبي فريق الكهرباء. هنا التسديدة، هنا الكرة في المرمى. الله وصلت
نعم الجوهرة أحمد عايد يعود بفريق الكهرباء إلى نقطة الانطلاق بظل النقص العددي. الكهرباء يجد الطريق، يجد المسار، ويجد خارطة الطريق بمهارة فردية بدأها أحمد عايد من هناك. هنا المهارة، هنا التقدم، هنا وضع الكرة في الشباك. إبراهيم عالمة فشل في اللقطة الماضية في التصدي لكرة أحمد عايد. عايد يا عايد في اللقطة الماضية عاد الكهرباء للتوهج، سجل أحمد عايد ووضع الكرة في الشباك. إلى دور الدرجة الممتازة الآن محاولة لا زال يبحث والتمرير بعد ذلك من أجل مصالحة الجماهير، من أجل مصالحة الجماهير. القاسم عبد الله باسم بأقدامه يسجل أول أهداف المباراة. يا لها من كرة ويا لها من تسديدة سجل من خلالها عبد الله باسم. نعم من أجل مصالحة جماهيرهم، من أجل تضميد جراحاتهم، عبد الله باسم يأتي بالهدف الأول لمصلحة القاسم في هذه اللحظات. هذا عبد الله باسم، هذا اللاعب الذي تألق في الكرة الأخيرة، بعد ذلك سدد وسجل من خلالها أول أهداف القاسم. شوف هنا المحاولة، هنا الدخول عدى بطريقة رائعة، بعد ذلك مررها لعبد الله باسم. عبد الله باسم وضعها على يسار حارس المرمى حسن نجم. هذه المحاولة وهذه الكرة وهذه التسديدة اللي كانت من اللاعب عبد الله باسم في هذه اللحظات، وأعلن من خلالها أول أهداف القاسم ماثيو. بعد ذلك لكنها بالخطأ، حذاري من أخطاء على أم حسن، على يريد، على يبحث، أو هذا لا، أو هذا عبد الله. يا لها من كرة ويا لها من تسديدة ويا له من هدف عبد الله باسم. أي أداء، أي كرة رائعة، أي هدف رائع سجل من خلالها للقاسم. أتى من خلالها بالأفراح، يتراقص مع ابتسامة جميلة جدا تليق بهذا الفتى الذي سجل هدفين إلى الآن. نعم هدف كان في الدقيقة الثامنة، وهذا الهدف الثاني الذي كان في هذه الدقائق بعد محاولة، بعد سرعة كبيرة جدا من عبد الله. بعد ذلك عاد وراوغ بطريقة رائعة وسدد، وحسن نجم لم يستطع إنقاذ النفط ميسان من الهدف الثاني في هذه المباراة. الله على كرة، الله على تسديدة. أصبح لديه 7 أهداف في دوري نجوم العراق. هذا عبد الله السعد بطريقة رائعة سجل ودون ثاني أهداف القاسم لهذه المباراة. الفريق في هذه اللحظات يريد ال3 نقاط، يلعب بأريحية، لكن نفط ميسان يريد أن يصل، يريد أن يتقدم. بعد ذلك المحاولة، هدف تقليص الفارق من أجل البقاء في الدور الممتاز، أو من أجل البقاء في دوري نجوم العراق، من أجل الهروب من مباريات البلاي أوف. رضا محمد يسجل الهدف الأول لنفط ميسان، هدف تقليص الفارق. هذا رضا محمد هدفه الثاني في هذا الموسم. رضا محمد بطريقة رائعة. شوف هنا المحاولة اللي كانت من ناثانيال، بعد ذلك التمرير لمصطفى عبد الجليل عرضها، والمتابعة اللي كانت من رضا محمد سجل من خلالها هدف تقليص الفارق من أجل الهروب، ومن أجل البقاء في دوري نجوم العراق، ومن أجل المنافسة، ومن أجل أن يقول أنا لها. ديمي الدوران لعبها على الطرف الأيسر، لا زالت قائمة عرضية، من أجل البقاء في الدوري، من أجل الهروب من الدور الممتاز، من أجل الهروب من مباريات البلاي أوف. يعود نفط ميسان، يعود بالتعادل وفرحة الجماهير. هنا الأفراح، هنا الجماهير التي تزين ملعب النجف الدولي. هنا أول الأهداف يسجل من خلالها فقار الذي دخل بدينا، يسجل أول أهداف نفط، أول أهداف في هذه المباراة،
وثاني أهداف نفط ميسان. شوف الكرة العرضية اللي كانت من مصطفى، بعد ذلك الراسية، وثاني الأهداف بالنسبة لنفط ميسان. إذن التعادل في هذه اللحظات، التعادل عن طريق فقار يسجل من خلالها لنفط ميسان. دخلنا الدقائق العشر الأخيرة ولا زال القاسم يريد الفريق الذي يبحث عن البقاء. التسديد، هداف الفريق والنجم الأول في الفريق السنغالي ديمي داوود يسجل ثالث الأهداف، يسجل الثالث في هذه اللحظات. هدف النقاط، هدف الثلاث نقاط. نعم، بعدما رسم الأفراح في مدرجات ورابطة نفط ميسان، هنا الأفراح، هنا المشجعين، هنا هدف الانتصار، هدف الثلاث نقاط، هدف البقاء في دوري نجوم العراق، يسجل من خلالها ديمي داوود. الله على كرة وعلى تسديده في في الدقائق العشرة. فرحة كبيرة، نعم فرحة كبيرة لهذا السنغالي اللي قدم موسم رائع جدا مع نادي نفط ميسان. بالمناسبة سجل 11 هدف، 4 ركلات ترجيح، وهذا الهدف هو الهدف 12 للاعب، تسديدا من خارج منطقة الجزاء. بعد ذلك كرخ تغييران دفعة واحدة، حيث غادر صهيب رعد وحسين زياد، واشترك مامودو مع زيدان عبد الجبار. وصلت التغييرات من أيمن الحكيم من أجل تغيير الحال. حسين زياد مع صهيب، ياخذ مكانهما مامودو سورو وزيدان عبد الجبار. وصول في هذه اللحظة مع طارق إجوان الذي يوصل الكرة من هناك لحسين علي، نقلة وعودة مع فهد اليوسف إلى أمير. نقلات الحاضرة بين أقدام لاعبي الشرطة من أجل الوصول إلى هدف ثاني، بينما السيد أيمن الحكيم أجرى تغييران دفعة واحدة بفترة ما بين الشوطين من أجل عودة الكناني، من أجل التعادل. ترسل كرة وسط الملعب، عبد الرزاق قاسم قوية، تصل من هناك ديوري بالراس يبعد كرته، تعود من زيدان عبد الجبار. زيدان أرسل كرة طويلة ليونس، لكن طارق هو الأقرب الذي يبعد كرته إلى خارج أرض الملعب. هذا هو طارق إجوان الذي أبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب. الشرطة نجح بتسجيل أول أهدافه في الدقيقة 37. عبد المجيد أبو بكر والكناري مع الواضح في الصورة زيدان عبد الجبار الذي اشترك قبل قليل، يبحث من خلال التغييرات عن هدف التعادل. السيد أيمن الحكيم يعيد بكرته، لم يكن هناك انسجام في اللقطة الماضية. عادت إلى أحمد فرحان، دومينيك مندي. الشرطة يحاول يوصل بكرة فهد اليوسف إلى هنالك. النقلات الحاضرة، دومينيك مندي مع فهد اليوسف، فهد إلى طارق، طارق إلى ريوان. نقلات بين أقدام لاعبي الشرطة من أجل سحب لاعبي فريق الكناري. الكرخ الذي أجرى تغييران قبل قليل. دومينيك مع عبد المجيد في وسط الملعب، عبد المجيد إلى فهد اليوسف، فهد يبحث عن عبد الرزاق. اليوسف يوصل كرة من هنالك أم لا؟ وصلها بنجاح إلى أمير. أمير صباح يأتي بكرة ساقطة بضرب المدافعين أحمد فرحان. هذه كرة لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. كرة أحمد فرحان، سرقت دفاعات الكناري في هذه الكرة، لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب، ذهبت إلى خارج أرض الملعب. اليوم فايف في اللقطة الماضية. ديوري يرسل كرة طويلة، يبحث عن يونس حمود، تعود وسط الملعب. حسين علي يقاتل، لكن القائد مجتبى يعيدها
مع جوزيف بافو مع البديل مامودو سورو بالقميص 21 الذي اشترك قبل قليل. طارق يؤمن الموقف لحارس المرمى حسن أحمد. سلامات ليونس حمود لسقط بعد تصادم مع ريوان أمين. يونس يبحث عن هدف الرقم 19، لكن الأهم هو أن يأتي بالعودة للكناري. أيمن الحكيم أجرى التغييرات، لكن القيثارة بنفس الأسماء محمد صلاح في الشوط الثاني لن يجري التغييرات حتى الآن. هل تثمر بشيء تغييرات أيمن ويعدل من النتيجة فريقه؟ أخرج الأطراف على مستوى الخط الأمامي واشترك زيدان ومامادو، بينما دومينيك مندي يبحث عن ثغرة يمرر لعبد الرزاق قاسم قريب من أحمد فرحان. القيثارة على مستوى الأطراف أخطر أحمد فرحان يعود مع دومينيك، وصلت إلى فهد اليوسف مع عبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق قاسم إلى فهد اليوسف يعيد كرة إلى طارق جوان مع عبد المجيد أبو بكر. من هنالك طلب الكرة أمير من جاء بصناعة الهدف الأول، هل يفعل مرة ثانية؟ عرضية داخل المنطقة لكن ديوري يبعد كرة تعود إلى هنالك مع مجتبى صالح. مجتبى مع اليوم فاي يمرر الكرة بنجاح لزيدان عبد الجبار. زيدان وصل الكرة إلى اليوم فاي مع حيدر أحمد. حيدر يبحث عن مصطفى رميض المتقدم في هذه اللقطة، تأخر في لعبها ثم غير اتجاه اللعب من هنالك إلى زيدان عبد الجبار. أقرب أمير صباح، زيدان عبد الجبار سبق وأن مثل الشرطة. مجتبى مع زيدان أمام أمير يضيق الخناق، تصل إلى أليون يبحث من خلال الشرطة بكرة عكسية. عبد الرزاق قاسم إلى دومينيك مندي إلى أمير. الشرطة من هنالك محمود المواس لم يظهر كثيرا في مباراة اليوم، تعود مع دومينيك مندي يبحث مع سين علي تمريرة لكنها قطعت من مصطفى رميض مع كوفي. محمد خالد في وسط الملعب يتحصل على خطأ في وسط الملعب. هذه المواجهة رقم 49 في لقاءات الفريقين، 25 انتصار للشرطة و9 انتصارات للكرخ، والتعادل حدث 14 مرة. أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 90-91 وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، بينما آخر لقاء كان في المرحلة الأولى مباراة الذهاب في ملعب الشعب، انتصر القيثارة ب3 أهداف. هاتريك كان في يومها ليونيل أتيبا مقابل لا شيء. الكناري على أرثمة من جمهوره حتى الآن متخلف بفارق هدف مقابل لا شيء. هل هناك عودة يا كوفي؟ هل البدلاء يصنعون الفارق بخيارات أيمن الحكيم؟ هذا كوفي أراد المرور وكرة ثابتة، هل تستغل؟ عبد المجيد هو من وضع الشرطة في المقدمة في مباراة اليوم. هذا أحمد صلاح، توجيهات المستمرة، وهذا كوفي لاعب خط الوسط. وهنا الجماهير الحاضرة التي تنتظر ال3 نقاط. يوسف سعيد الدولي قاضي هذه المواجهة. مجتبى قائد الكناري، هل يعود بهم من كرة ثابتة تبعد عشرات الأمتار؟ هل يفعلها زيدان عبد الجبار؟ هذه كرة بالمباشر، ولكن حارس المرمى حسن أحمد كاد أن يفعلها زيدان عبد الجبار صديق الأمس عدو اليوم، لكن كرته سقطت بالعرض، كادت أن تخادع حسن أحمد. تصدي وإنقاذ للكرة وابقاء النتيجة كما هي. زيدان أراد أن يفعلها بكرة سددت بطريقة رائعة، لكن بعد ذلك تحصل على ضربة ركنية. هذه كرة زيدان أرسلها بهذا الشكل، لكن حسن أحمد يقف في المكان المناسب وتصدي وإنقاذ. ضربة ركنية. مجتبى قائد الكناري، هل سيقودهم للتعادل في هذه الكرات الثابتة؟ هل تكون مصدر الحل للوصول إلى شباك القيثارة؟ يوسف سعيد، ما الذي يحدث في منطقة العمليات؟
هذا هو طارق إجوان. حديث مع آليون فاي لاعب خط الوسط مع الكناري. يوسف سعيد ينهي الجدل وينهي كل الأمور التي تحدث، وبعد ذلك انتظار إشارة اللاعب من أجل أن تأتي الكرة ثابتة. ركنية من هنالك، مجتبى صالح قائد الكناري يأتي بكرة عرضية لكنها تبعد من مندي. وصلت مرة ثانية، يأتي بتسديدة لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. مرة ثانية يحاول زيدان عبد الجبار، وأيمن الحكيم غير راضي على إهدار الفرص، يعلم تماما بأن الوقت يمضي ولا يريد أن يخرج خاسرا في مباراة اليوم، لذلك أجرى تغييراته السريعة. يريد أن يعدل ويريد أن يضع دائما الكناري في المقدمة. حسن أحمد مع ريوان أمين، ريوان إلى هناك في الجهة المقابلة. سين علي مع فهد اليوسف، نقلة من فهد، الوصول بهذه الصورة. حسين علي يحاول مع دومينيك مندي. أمير صباح، أمير هل يمر من أمام زيدان عبد الجبار؟ أمير صباح من هنالك مر بنجاح، يأتي بكرة عرضية هذه مرسلة على القائم الثاني أحمد فرحان، لكن بعد ذلك تبعد إلى خارج أرض الملعب. أحمد فرحان بانتظار الكرة العرضية، لكن جاء الإنقاذ من دفاعات الكناري. أمير صباح ينجح في المرور، نجح بصناعة الهدف وأراد أن يساهم بهدف ثاني، لكن دفاعات الكناري في هذه الكرة كانت حاضرة. أحمد فرحان من أجل الثاني للكناري بكرة ثابتة، كل لاعبي الكرخ في منطقة الجزاء من أجل الدفاع، من أجل إبعاد الخطر. عرضية من هنالك على القائم الثاني، لكن هذه المرة عبد المجيد أبو بكر كرته علت العارضة وذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذا هو مامودو الذي اشترك قبل قليل، وهذه كرة عبد المجيد أبو بكر. حديث الأبدان كان مع القائد مجتبى مدافع الأيسر، وهذا عبد المجيد. كرة طويلة ترسل، تحضر من عبد الرزاق قاسم، بعيد على محمود المواس، وصلت إلى أيوم فايمر وتقدم للكناري. انطلاقة حاضرة، يبحث عن مساحة، تمريرة خاطئة، تعود مرة ثانية إلى أليوم فاي. المراقبة حاضرة من القوي جسمانيا من صاحب هدف التقدم عبد المجيد أبو بكر. لعب خط الوسط مع القيثارة. أليون فاي مع ديوري يفضل إرسال كرة طويلة، بالرأس تحضر بهذا الشكل من هنالك، لكن تقطع وتبعد من دفاعات القيثارة. عبد المجيد أبو بكر إلى هنالك، وصلت لحسين علي، يعود مع أمير صباح. أمير أراد المرور لكنها تقطع، وصلت إلى يونس حمود قريب من زيدان. يونس فضل الانطلاق، يونس فضل المراوغة، لكن بعد ذلك قطعت وعادت. كان ممكن التمرير من هناك في الجهة المقابلة إلى زيدان عبد الجبار عند المساحة الكافية. عادت مع كوفي، وصلت من هنالك مامادو، حضر كرة مامادو، لكنها تصل إلى عبد المجيد أبو بكر وينقذ الموقف إلى الرمية الجانبية. مامادو البديل أراد أن يأتي بكرة يعدل من خلالها الكفة، لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. مجتبى يعود مع ديوري مع جوزيف بافو مع حيدر أحمد. حيدر لاعب خط الوسط يعود من أجل استقطاب الكرات وإرسالها بهذا الشكل إلى هنالك. يونس حمود حضر كرة، لكن أمير صباح يتدخل في الوقت المناسب، يوصلها لعبد الرزاق. سلامات لعبد الرزاق قاسم، يسقط على أرض الملعب، يشكو من إصابة. سلامات لعبد الرزاق قاسم، لاعب خط الوسط، سجل في شباك الغراف ورفض ميسان. هذه الكرة استقبلها عبد الرزاق، بعد ذلك حدث له التواء.
سلامات لعبد الرزاق قاسم. الشرطة الذي شارك هذا الموسم في بطولة دوري أبطال النخبة، لكنه ادعى المنافسة من مرحلة الدوري في المركز 11. وأيمن الحكيم يبحث عن العودة مع الكناري في مباراة اليوم، لا يريد أن يخسر ذهابا وإيابا أمام الشرطة، بينما أحمد صلاح الباحث عن انتصاره الخامس كمدرب للقيثارة في هذا الموسم، الذي جاء خلفا لمؤمن سليمان الذي ذهب باتجاه القرمة. سلامات لعبد الرزاق قاسم. هل يكلف القيثارة تغيير اضطراري أم سيسعف ويكمل ما تبقى من شوط المباراة الثاني؟ أيمن الحكيم لنجح في هذا الموسم مع الكناري المركز السابع حتى الآن. يستأنف اللعب. ريوان أمين طبعا لهذا الوقت وبنفس التوقيت مباراة نفط ميسان هناك في ميسان بمواجهة المتصدر للقوة الجوية، والكرخ هذه اللي أمامكم مع الشرطة، والميناء مع الطلبة. 3 مباريات بعد نفس التوقيت، بينما بعد هذه المباراة تنطلق بالساعة 8:30 مباراة زاخو مع أربيل، والقاسم مع النجف. مباراة الجريحين النجف والقاسم رسميا وادعى دوري نجوم العراق. هذا هو عبد المجيد صاحب الهدف الوحيد. حسن أحمد، ريوان أمين، ريوان، عبد المجيد أبو بكر، حضر كرة مع عبد الرزاق قاسم، يعود مع الطارق. شرطة للعب خارج أرضه 18 مباراة، هذه مباراة 19 خارج أرضه، فاز ب9، تعادل ب5 وخسر ب4، جمع 32 نقطة خارج أرضه. لو حقق انتصار في مباراة اليوم سيصبح هو الانتصار خارج الأرض العاشر والنقطة 35. بينما الكناري لعب 18 مباراة على أرضه، فاز ب8، تعادل ب6 وخسر ب4، جمع 30 نقطة. هذه المباراة رقم 19 اللي لعبها على أرض نادي الكرخ. عبد المجيد أبو بكر يرسل كرة بهذا الشكل، تبعد من مصطفى رميض إلى هناك، وصلت مع زيدان عبد الجبار في الجهة اليسرى للكناري. زيدان أمام أمير وأمام ريوان الثنائي، لكنه مر بالمهارة، بعد ذلك يحافظ على كرته، يأتي بعرضية لكنها لم تأتي المتابعة. لا مامادو ولا كوفي وفهد اليوسف. هل تجاوزت الخط؟ رمية جانبية. فهد اليوسف مجهود فردي عالي قدم من هنالك في الكرة زيدان عبد الجبار، لكن كرته لن تستقبل بنجاح. مصطفى رميض يرسل كرة مع كوفي، حضر بهذا الشكل، عرضية تأتي أم لا؟ فضل المراوغة، يعود مع حيدر أحمد، يأتي بكرة داخل المنطقة الرأسية، حاضرة لكنها سهلة بأحضان حارس المرمى حسن أحمد. محاولة هداف الكناري يونس حمود بالكرة الرأسية، هذه عرضية حيدر أحمد، وهذه الكرة تفوق على دفاعات الشرطة، لكن كرته كانت سهلة، وصلت بأحضان حسن. خطأ على مامادو، يسقط على أرض الملعب. طارق إجوان، هذا هو يوسف سعيد الدولي الذي يقود هذه المواجهة. فهد اليوسف، فهد الشرطة اللي خسر من أربيل ذهابا وإيابا، خسر من الطلبة ب1 مقابل شيء، من بغداد ب2 مقابل هدف، ومن دهوك ب2 مقابل هدف، ومن الزوراء 6 هزائم. هذه كرة وكرة عكسية للقيث الكناري، لكن يونس حمود كلما كانت الكرة بأقدامه كلما جاءت دفاعات القيثارة. أكثر من لاعب على يونس حمود، ماذا عسان يفعل؟ يجد نفسه وحيدا في الكرة الماضية، وكان مطالب بخطأ.
يونس مهاجم الكناري أمام 3 لاعبين، كثرة غلبت الشجاعة في الكرة الماضية. دومينيك مندي يبحث عن مساندة، يجد المتقدم في هذه الكرة ريوان أمين. دومينيك مندي مع حسين علي. حسين علي حضر كرته بهذا الشكل لزيدان عبد الجبار. زيدان مرة تقدم، انطلاقة في الجهة اليسرى أمام ريوان. زيدان هل يمر بالمهارة؟ زيدان تأخر، بعد ذلك قطعت، لم يجد المساندة. تأخر القائد مجتبى في الإسناد الهجومي، بعد ذلك قطعت وعادت إلى دومينيك مندي. يبحث عن أحمد فرحان، يعود مع فهد اليوسف. فهد مع عبد المجيد. أبو بكر إلى أمير صباح. أمير. حسين علي، نقلت بين أقدام لاعبي الشرطة للبحث عن ثاني الأهداف، هدف في الأمان، بينما الكناري لا زالت تبحث عن أول الأهداف والعودة في المباراة. محمود المواس وصل الكرة في الجهة اليسرى إلى أحمد فرحان. أحمد فرحان عاد مع دومينيك مندي. فهد اليوسف مرة ثانية، نقلات المتواجدة في الخط الأمامي للاعبي الشرطة، لكنه يجبر بالعودة. تراجع كل لاعبي الكرخ في هذه اللحظات. طارق جوان يؤمن الموقف ويوصل كرة بنجاح مع دومينيك مندي لعبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق في وسط الملعب مع محمود المواس إلى حسين علي. تقدم من هنالك أمير. حسين علي يجبر بالعودة لفودار. يا سلام على المهارة وعلى سرعة الدوران التي يتمتع بها حسين علي، يتمتع بالسرعة والخفة والمهارة، دائما يصنع الفارق. تمريرة من ريوان عادت إلى هنالك حسين علي. عبد المجيد أبو بكر، واحدة من عرف طريق الشباك، واحدة من زار شباك الكرخ في مباراة اليوم، تأتي من حسين علي. يراوغ، يحضر، ثم يأتي بالتمريرة. أم لا، هذه عرضية، لكن بعد ذلك تبعد بالرأس إلى خارج أرض الملعب. حسين علي بالمهارة والشطارة، بالسرعة وخفة الحركة. ليونيل أتيبا من سجل الهاتريك في مباراة الذهاب يستعد للاشتراك في هذه اللحظات. ليونيل أتيبا، هذه الكرة اللي بحث من خلالها خطأ يونس حمود، لكن حكم مباراة لا يشير إلى شيء. أتيبا أخذ مكان من؟ محمود المواس. يغادر، يترك أرض الملعب. ليونيل أتيبا وأمير صباح أيضا يغادر. من أخذ مكان أمير صباح؟ أتيبا مكان محمود المواس. لم ينجح في التسجيل في مباراة اليوم. يشترك ليونيل أتيبا الذي سجل الهاتريك في مباراة الذهاب هناك في استاد الشعب. يشترك عباس فاضل بالقميص 24. تغييران، دفعة واحدة يجريهما السيد أحمد صلاح، وهذه كرة عرضية ترسل داخل منطقة بالكعب تأتي، ولكن بعد ذلك تؤمن من دفاعات الكناري إلى خارج أرض الملعب. هذا هو جعفر شنيشل، وهذه الكرة بالكعب كانت من طارق. أمن الموقف جوزيف بافو إلى خارج أرض الملعب. الكناري ما زالت تبحث عن أول أهداف، والشرطة يبحث عن الثاني. يريد أن يضاعف رصيده ويصل إلى النقطة 79، بينما بهذه النتيجة الكرخ يتجمد رصيده عند النقطة 59. أرسلت بهذا الشكل من هنالك. حسين علي يبحث عن مساحة، يجد العودة إلى أتيبا مع عبد المجيد. أبو بكر حضر كرة، أتيبا بأول لمساته. دومينيك أرسل كرة مميزة من هنالك، فاضل عباس. هذه كرة قد يأتي من خلالها بالخطورة، لكنها وصلت إلى خارج أرض الملعب. عباس فاضل بالقميص 24 الذي أخذ مكان أمير.
لكن شوف التمريرة بطريقة مميزة من دومينيك مندي. وهنا المتقدم عباس فاضل تحصل على ضربة ركنية. حسين علي نجم القيثارة الموهوب صاحب المهارة، واحمد صلاح يطلب الاندفاع من لاعبيه من اجل استحسان التصرف مع مثل هكذا كرات. حسين علي ياتي بكرة عرضية والرأسية، لكنها ذهبت. راسية مميزة جاءت من صاحب الهدف الوحيد عبد المجيد أبو بكر. كيف يترك عبد المجيد في منطقة الجزاء وحيدا؟ هذه الكرة العرضية التي أرسلت وعبد المجيد وحيدا بالراس حطها، لكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن على يمين جعفر شنشل ليكون نجم اللقاء. عبد المجيد تغيير آخر، كوفي يغادر في هذه اللحظات يأخذ مكان حسين فاهم. ثالث تغيير يجري السيد أيمن الحكيم. 3 تغييرات ولكن لا تغيير على مستوى النتيجة. يونس حمود لا زال يسبب الإزعاج لدفاعات الشرطة في خط الظهر عند الشرطة وفي خط المقدمة عند الكناري. يقاتل وحيدا أمام أكثر من لاعب. هذا هو فهد اليوسف بعد مغادرة مواطنة محمود المواس. أصبح فهد هو من يحمل إشارة القيادة للشرطة. كرة ثابتة، مصطفى رميض يأتي بكرة عرضية من هنالك على القائم الثاني، وصلت بعيدة وأقرب لفاضل عباس فاضل لتعود مع عبد المجيد أبو بكر. عبد المجيد نقلات الحاضرة، فاضل يبحث عن المساندة، يجد ليونيل أتيبا مع دومينيك مندي مع عبد الرزاق. المثلثات للقيثارة تحضر في هذه اللحظات. نقلة من هنالك دومينيك لكن لم يصل إليها حسين علي، كان أقرب القائد مجتبى صالح. سلامات لمجتبى، تعرض للإصابة، شد عضلي. سلامات لمجتبى صالح، سبق وأن مثل نادي القاسم قائد الكناري. طبعا هناك مواجهات عديدة، 48 مواجهة جمعت الفريقين على مستوى الدوري. أكبر نتيجة فاز بها الشرطة على الكناري هي 6-2 في موسم 94-95، بينما أكبر نتيجة فوز للكناري على الشرطة كانت 3-2 في موسم 91-92، الموسم اللي تفوق به نادي الكرخ وحقق المركز الثالث خلف المتصدر القوة الجوية والوصيف الزوراء. تحدث عن موسم 91-92. طبعا نتحدث عن أيضا نتائج الجولة الماضية، الجولة 36 4-1 بغداد على ديالى، تعادل بهدفين الكهرباء، وأيضا 5 مقابل هدفين نفط ميسان على القاسم، 1-1 ادهوك مع النفط، الطلبة مع القرمة، مينا فاز على الموصل بهدف مقابل لا شيء، 5 أهداف مقابل هدفين الكرخ على النجف، نوروز فاز بهدفين مقابل هدف على زاخو، شرطة خسر من أربيل بهدفين مقابل لا شيء، وكلاسيكو الكرة العراقية انتهى بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل هدف. هذه نتائج الجولة الماضية، الجولة 36 من دورنا. بينما هذه الجولة مباراة يوم أمس، الغراف فاز على بغداد ب3، الكهرباء فاز على دهوك بهدفين، وهذه كرة من هنالك ترسل لكنها تبعد وتعود وسط الملعب عند حيدر أحمد، وصلت مع يونس، هذه تسديدة مامادو لكنها سهلة، لكن كرة مامادو جاءت في المكان الذي يقف فيه حارس المرمى. هذا هو مامادو بديل الذي اشترك بفترة ما بين الشوطين، تحذير مميز من يونس، تسديد بالمباشر بالقدم اليسرى لكنها جاءت في المكان الذي يقف فيه حارس المرمى حسن أحمد. نتائج هذه الجولة في اليوم الأول، بالأمس فاز الغراف ب3-1 على بغداد، كهرباء 2-1 على دهوك، القرمة 1-0 على ديالى، النفط 1-0 على الزوراء، تعادل إيجابي هدف نوروز مع الموصل،
وحتى الآن بنفس التوقيت تقام مباراة الميناء والطلبة ونفط ميسان والقوة الجوية. هذه الكرة ترسل لأحمد فرحان، دخول بهذا الشكل لكنها تقطع من مصطفى رميض، عادت من زيدان. مصطفى يفضل إرسال كرة طويلة ترسل لخط المقدمة لكنها طالت على مامادو، وصلت وتحولت إلى رمية جانبية. هذا هو عبد الرزاق قاسم، تحصل على الرمية الجانبية. فهد اليوسف. مباراة الطلبة والميناء حتى الآن هدف لهدف، ومباراة نفط ميسان والقوة الجوية حتى الآن بالتعادل السلبي من دون أهداف. بينما هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر هدف للشرطة لا شيء للكناري. بعد هذه المباراة تقام مباراة زاخو وأربيل والقاسم والنجف في ختام الجولة 37. كرخ سيواجه الطلبة في ختام الدوري، والشرطة سيواجه الميناء. سين علي يوصل بكرته، فهد اليوسف إلى أحمد فرحان مع سين علي، دفع حاضر والصافرة حاضرة وخطأ يتحصل من خلال حسين علي للشرطة. هذه الكرة اللي تحصل من خلال حسين علي على خطأ. حسين علي سبب الإزعاج لدفاعات الكناري في الكثير من الكرات، ولا زال التوجيهات السوري أيمن الحكيم مستمرة، يريد أن يستثمر الوقت الربع ساعة الأخير المتبقي، يريد العودة في المباراة. وهذا جعفر شنيشن اللي يأتي بتوجيهات لحائط الصد من أجل منع كرة أحمد فرحان. القيثارة والكرات الثابتة، أحمد فرحان يرسل كرة داخل المنطقة، حاضرة التغطية الدفاعية وحسين علي بالتسديدة لكنها تصل من هنالك إلى ضربة ركنية. حسين علي كانت عند المساحة، سدد لكنها صدت بالمدافع وتحولت إلى ضربة ركنية. عبد الرزاق قاسم ثنائي خط الوسط مع عبد المجيد أبو بكر، وهذا ليونيل أتيبا صاحب الهاتريك في مباراة الذهاب. ليونيل أتيبا 17 هدف في هذا الموسم، يبحث عن هدف رقم 18. أحمد فرحان يبدو لي ترك أرض الملعب، من سيأخذ مكان أحمد فرحان؟ بخيرات المدرب أحمد صلاح. سين علي يقف على كرته، كرات الثابتة هل ينجح من خلالها الشرطة؟ من هنالك على القائم الثاني تبعد من دفاعات الكناري. سامبو جونيور سامبو يشترك في هذه اللحظات. جونيور سامبو أخذ مكان أحمد فرحان بالقميص 32. هذا هو عباس فاضل. عباس يرسل كرة داخل المنطقة، ديوري واليوم فاي، دفاعات الكناري بالراس تبعد من حيدر، من هنالك وصلت عندك حيدر لم تصل إلى زيدان، عادت إلى حسين علي على القيثارة بكرة عكسية، هل يستغلها حسين علي؟ حضر مع عبد الرزاق، عبد الرزاق قاسم يأتي بكرة عرضية، ليونيل أتيبا لن يأتي، كانت أسرع منه وأبعدت من القائد مجتبى. استقبال من يونس، لا زال يصارع، لا زال يقاتل أمام دفاعات الشرطة. أكثر من لاعب كلما مسك الكرة يونس حمود وجد نفسه مراقبا. كيف يترك مثل هكذا لاعب سجل 18 هدف في هذا الموسم؟ من هنالك عبد المجيد أبو بكر يحاول يرسل كرة لدومينيك، دومينيك مندي غير اتجاه اللاعب لحسين علي. حسين علي في الجهة اليسرى للقيثارة، 1 على 1 أمام مصطفى رميض. حسين علي يأتي بكرة عرضية من هنالك على القائم الثاني، هذه جول لكنها تبعد من جوزيف بافو، تعود إلى اليون فاي، اليون إلى زيدان. عبد الجبار أمام عبد الرزاق قاسم، زيدان بالمهارة نجح بإخراج كرته وإيصالها إلى مامادو، عادت في هذه الصورة والانطلاقة من يونس حمود، مروة تقدم من هنالك، هل ينجح الكناري بالعودة؟ هذه جول، لا 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 لا, لا.
يونس حمود يهدف فرصة التعادل بعد أن فر ومر من رقابة دفاعات القيثارة، لكن هذه المرة حسن أحمد ينجح وينقذ الموقف من كرة هدف حقيقية ضاعت على الكناري. أصبحت عكسية ردة الفعل للقيثارة، لكن لن تحضر. تعود سريعة مامادو في وسط الملعب. مامادو مرر كرته مجتبى مراقب محاصر. تعود في وسط الملعب. اليون فاي، اليون إلى حيدر أحمد. حيدر يعيد بكرته مع جوزيف بافو دائما البحث عن يونس. حضر كرته مع مصطفى رميض. الكناري من أجل التعادل، هل يفعلها في العشر دقائق الأخيرة؟ لكن كرة مصطفى رميض بعيدة، لم تأتي كما كان يريد يونس حمود وما كما يريد عشاق الكناري. هذه الكرة التي مر من خلالها تفوق على طارق إجوان، لكن نجح حسن أحمد بالتصدي والإنقاذ. يونس لاحظ بقدم اليسرى، سدد بهذا الشكل على مرتين. ينجح حسن أحمد ويبقي القيثارة بهدف مقابل لا شيء. أحمد صلاح يريد الانتصار في مباراة اليوم، يعلم تماما بأهمية هذه النقاط الثلاث، والكناري أيضا على أرض بين جماهيره، لا يريد أن يخرج خاسرا، على أقل تقدير يعود بنقطة، يعود بهدف التعادل. حتى الآن أسبقية الشرطة منذ دقيقة 37 تمريرة هذه، ولكن بعد ذلك بافو يعيد كرته إلى جعفر شنيشل. جعفر أمامية طويلة، زيدان عبد الجبار، فهد اليوسف في الاستقبال، يعود مع طارق جوان. طارق إلى ريوان أمين. ريوان نقلات الحاضرة في هذه المرة سين علي. طارق جوان، سين علي، تحرك من دون كرة وتغيير المراكز من حسين علي. دائما ما نشاهده في كل المستطيل الأخضر يتحرك ويجري من أجل صنع الفارق، من أجل إيجاد الثغرة. ريوان، عبد الرزاق، سين علي، القيثارة، ليون أتيبة تأخر أتيبة، بعد ذلك يغير من هنالك لحسين علي، يبحث عن مساحة، لم يجد المساحة الكافية، يرسل كرة من هنالك لعباس فاضل. هل يأتي بكرة عرضية 1-على-1 لكنه يجبر بالعودة. دومينيك مندي، كرة رأسية حاضرة لكنها أطول من ليونيل أتيبة، تذهب إلى خارج أرض الملعب. أتيبة هل يسجل حضوره في مباراة اليوم؟ يريد أن يفعل ما فعل في مباراة الذهاب. كرة يونس بعيدة على مصطفى رميض، تذهب إلى خارج أرض الملعب، لا تغير شيء من نتيجة المباراة منذ الشوط الأول. الشرطة متقدم بهدف. كناري لتعود دائما ما يتأخر بالنتيجة ثم يعود. هل يعود في مباراة اليوم؟ أم أن أحمد صلاح ورفاقه عازمون على الانتصار؟ عبد المجيد مع ريوان أمين. ريوان، عبد المجيد، أبو بكر صاحب الهدف الوحيد في مباراة اليوم. أتيبة، ليونيل حضر كرة لعبد المجيد، من هنالك يأتي بالتحضير، لم يجد المتابعة، لم تأتي المراقبة. زيدان عبد الجبار يتحصل على خطأ على فهد اليوسف وبطاقة صفراء على فهد، تلقاها في الدقيقة 83. آخر 7 دقائق متبقية تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. هل تعود الكناري كرخ على أرض ما بين جماهيره أو سيفعلها الشرطة ذهابا وإيابا؟ هذا هو فهد اليوسف. الشرطة يغادر القائد مجتبى الصالح ويأخذ مكان رسول أحمد في هذه اللحظات.
التغييرات التي أجراها السيد أيمن الحكيم لحد الآن لا تغير من نتيجة المباراة. لا زال التقدم للشرطة. هل يظهر بديل ويقول أنا خير دليل على كلمة البديل الناجح ويصنع الفارق ويأتي بالعودة؟ واضحة ملامح التعب على محيا يونس حمود في اللقطة الماضية. ليونيل أتيبا في الاستقبال، أرسل الكرة لحسين علي. حسين علي من أمام المرميض، حضر كرة من هنالك. دومينيك ماندي مع عبد الرزاق. عبد الرزاق حضر دون أن ينظر، كان يتوقع إن عباس فاضل تقدم. كرة قطعت وعادت عند الكناري لتصل عند مامادو. مامادو من هنالك الانطلاقة للكناري عن طريق زيدان، يأتي بكرة عرضية على القائم الثاني، لكن بعد ذلك يؤمن الموقف فهد اليوسف. فهد أيضا يقدم مجهود عالي في مباراة اليوم، تجده في الوسط في خط الظهر وفي خط المقدمة. حسين علي استقبال لم يكن ناجح، كرة ذهبت إلى رمية جانبية. 5 دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. هل هناك عودة للكناري أم سيأتي ثاني الأهداف للشرطة أو تنتهي الأمور بهذه الصورة؟ لا أريد أن أسبق الأوان وأتحدث بالمستقبل. دعونا نعيش ال5 دقائق المتبقية دقيقة بعد دقيقة، نتشوق للأحداث. أي طريقة ستنتهي بهذه المباراة؟ حيدر أحمد يفضل إرسال كرة طويلة داخل المنطقة الرأسية، حاضرة من يونس لكنها تصل بأحضان حسن أحمد الذي يحافظ على سلامة شباكه حتى الدقيقة 86. حارس الذي سبق وأن مثل الطلاب. خطأ في وسط الملعب. هذا هو جونيور سامبو عند 3 أهداف. جونيور سامبو البديل الذي اشترك مكان أحمد فرحان. وهذه كرة يونس حمود التي لن تغير شيء من نتيجة المباراة. تركيز عالي من حارس المرمى حسن أحمد. تعود بهذه الصورة. آخر من زار شباك الشرطة بقمصان الكناري هو الكونغولي كريس في الموسم الماضي، المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف. فوز الشرطة. كريس اللي يلعب الآن مع نفط ميسان. كرة وصلت بهذا الشكل. دومينيك ماندي إلى هنالك، البحث عن طريق الكرات العرضية عن ثاني الأهداف. ليونيل أتيبا داخل المنطقة، مر بالمهارة، يأتي بعرضية، هذا ثاني جول. جونيور سامبو خير دليل لكلمة البديل الناجح. فعلها جونيور سامبو ليأتي بهدف الاطمئنان ليؤمن النتيجة ويأتي بثاني الأهداف للشرطة. أحمد صلاح ينجح بتغييراته ويأتي البديل جونيور سامبو ليوقع على ثاني أهداف الشرطة. هدف في وقت قاتل ربما ينهي من خلال أمور هذه المباراة. شوف التمريرة من هنالك عند البديل عباس، يأتي بكرة عرضية، اصطدت ثم تحولت وعادت. ليونيل أتيبا بالمهارة حضر كرة، ولكن بعد ذلك دفاعات الكناري. كيف تترك مثل هكذا لاعب وحيد في منطقة الجزاء؟ يضعها أرضية زاحفة على يمين الحارس جعفر شنيشل، معلنا من خلالها عن ثاني الأهداف. ليأتي بحالة طرب وفرح هنالك في مدرجات الأخضر. يأتي بالتحية العسكرية لزميله على التمريرة المميزة من ليونيل أتيبا اللي مرر تمريرة ولا أروع. لا يكذب خبر، لا يهدر مثل هكذا فرص. جونيور سامبو يضع ثاني الأهداف، ربما يفعلها ويأتي بثالث الأهداف. هل تكون نفس نتيجة مباراة الذهاب ب3 مقابل لا شيء، أم الكناري ستأتي بالشيء في الدقائق القادمة؟ رايوان أمين يأتي بكرة من هنالك لدومينيك ماندي. دقة طبول جماهير الشرطة في هذه اللحظات، أجمل عيدية يقدمها لاعبي الشرطة لجماهير الأخضر. تمريرة مع عبد الرزاق قاسم موه بالبدن في لقطة الهدف، أخذ المدافع معه وترك سامبو وحيدا ليضع الكرة بكل أريحية، لم يجد فيها صعوبة. دومينيك ماندي يأتي بالتسديدة، تذهب بالمباشر إلى خارج أرض الملعب.
دومينيك ماندي قدم مباراة ممتازة في وسط الملعب مع الشرطة. ما الذي سيفعل السيد أيمن الحكيم؟ أجرى التغييرات لكن لا تغيير على مستوى النتيجة بالنسبة للكرخ، بينما السيد أحمد صلاح هل يفعل يونس هذه كرة ولكنها ذهبت عالية إلى خارج هذا الملعب. لعبها بطريقة أراد أن يذهب بظهر الحارس لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هذه الكرة سرق دفاعات الشرطة يونس حمود، لا زال يقاتل وحيدا في خط المقدمة لكن كرته كانت عالية ذهبت إلى خارج أرض الملعب. يونس تغييرات التي ستحضر بسام شاكر يستعد للاشتراك، وأيضا أثير صالح. أحمد صلاح سيجري تغييران دفعة واحدة، أثير مع بسام. هل سيخرج حسين علي ودومينيك؟ تمريرة في وسط الملعب. اسمع عزيزي مشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، احتلت صيحات وصرخات وطبول جماهير الشرطة بهذا الانتصار. هل هناك ردة فعل للكناري؟ ليونيل أتيبا صنع الفارق بعد أن اشترك مع سامبو، حضر كرة من هنالك لعباس فاضل المتقدم، عرضية ترسل داخل المنطقة لكنها تبعد. هل يأتي بالتسديد عبد المجيد؟ لكنها سهلة بأحضان جعفر شنيشل. الوقت الأصل انتهى. كم سيكون الوقت الإضافي المقدر بدل من ضاع 3 دقائق يشير بها حكم المباراة الرابع علي أحمد. 3 دقائق هل تكون كافية لعودة الكناري أم أن الأمور حسمت؟ حيدر علي يستعد للاشتراك في هذه اللحظات. تغييران دفعة واحدة. نعم بسام مكان حسين علي مثل ما تحدث قبل قليل. يغادر حسين علي نجم القيثارة، قدم مباراة ممتازة حقيقة. وأثير صالح سيأخذ مكان من؟ حيدر علي يأخذ مكان يونس حمود. عبد الرزاق قاسم يترك أرض الملعب يأخذ مكان أثير صالح. تغييرات التي يجريها أحمد صلاح. وهنا حيدر سيأخذ مكان يونس لبذل كل ما بجعبته وقدم لكن لم يحالفه الحظ في مباراة اليوم وينجح بالتسجيل. يترك أرض الملعب ويكمل حيدر علي. أمامية ترسل بهذا الشكل من هناك داخل المنطقة، تأتي قفازات حسن أحمد لتنقذ الموقف بتصدي بكل ثقة. من هناك يطالب بخطأ وخطأ حاضر على ديوري لجونيور سامبو صاحب الهدف الثاني. هذه الكرة ديور يقع بالمحظور ويتسبب الخطأ خارج المنطقة. جونيور سامبو لم يتأخر كثيرا بعد اشتراكه. هذا هو ديور قلب الدفاع للكناري. دقيقة واحدة تفصل الشرطة عن هذا الانتصار. لن ينجح الكناري بتحقيق الانتصار في هذه المباراة. كرة ثابتة للشرطة. بسام شاكر وأثير صالح من أجل التنفيذ. بسام مع فهد اليوسف. كرة ترسل بهذا الشكل. ديور يبعد الخطر. ترسل من هنالك يلحق بها أو لا، تجاوزت الخطوة. ذهبت إلى ضربة ركنية. ذهبت إلى ضربة ركنية. سيم فاهم اللي واضح في الصورة اشترك بديل في الشوط الثاني. نلعب في الثواني الأخيرة والشرطة في طريقة للانتصار 26 في تاريخ لقاءات الفريقين على الكناري. ترسل بهذا الشكل تصبح عكسية. الكرخ من أجل تقليص الفارق بكرة مرتدة يريد من خلالها أن يأتي مصطفى رميض. تصل بهذه الصورة مصطفى مامادو أرسلها بهذا الشكل إلى هنالك عند زيدان عبد الجبار. زيدان والكناري مع اللحظات الأخيرة مع الدقائق الأخيرة.
هل يفعل ويقلص الفارق؟ لكنها سهلة بأحضان حارس المرمى حسن أحمد. ويبدو لي صافرة الدولي يوسف سعيد أتت لتعلن عن نهاية المباراة بانتصار الشرطة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما الهدف الأول عن طريق عبد المجيد أبو بكر في الدقيقة 37، وهذا هو الهدف الثاني عن طريق البديل جونيور سامبو في الدقيقة 87. على إثرها تنتهي هذه المباراة، يتجمد رصيد نادي الكرخ عند النقطة 59 بينما يتضاعف رصيد الشرطة إلى النقطة 79. تقبلوا تحياتي في الختام، أنا محدثكم علاء الزهري، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.